اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان عندي لفة جلاش كده في التلاجة، اخدت نصها بالظبط، وهاخد النص ده هقسمه على نصين كده زي ما انتوا شايفين. وهنعمل مع بعض حاجة سهلة وسريعة وكمان مش مكلفة وبحاجات موجودة عندك في البيت. ده كان عشاء خفيف كده للولاد لانه كانوا مصممين يجيبوا حاجة من بره، وانا قلت لا، احنا هنقوم نعمل عشاء كده خفيف وسهل. صلي على الحبيب علشان خاطر قلبك يطيب. وتعالي شوفي هنعمل ايه مع بعض. هنعمل وصفة حلوة جدا جدا. هناخد اول حاجة 3 ورقات بالظبط، ما بزودش عن 3 ورقات، وتساوي الورق كده علشان يطلع معاكي متساوي حلو قوي كده. ومسيحة بالظبط معلقتين من السمنة. هبتدي اخد من السمنة اللي انا مسيحاها دي وادهن بس كده دهنة خفيفة خالص وبسيطة جدا. ما تكتريش في السمنة، بصي اهي دهنة بسيطة كده زي ما انت شايفة. هنا بقى الحشوة دي راجعة ليكي انتي، اي نوع حشوة انت بتحبيها. انا كان عندي جبنة بيضة ناشفة عادية خالص، هبتدي ان انا احطها في الجلاش بتاعي او في الساندوتش بتاعي. اي حشوه بقى، اي حاجه عندك متوفره. لو عندك شويه عصاج كنت شايلاهم، لو عندك شويه جبن، زي مثلا جبنه التركي، الجبنه الشيدر ساعات بيتبقى منهم فبنشيلهم في الديب فريزر او في الفريزر وبنطلعهم نستخدمهم كده. وبتلفي كده زي ما انت شايفه كده، زي السمبوسه كده بصي، او زي الساندوتش كده. حاجة سهلة وبسيطة وكمان مش مكلفة يعني بصوا في قمة البساطة. برضو 3 ورقات، وهندهن برضو كده حتة سمنة صغيرة كده بصوا اهو بالشكل ده. وهنحط الجبنة بتاعتنا وهنبتدي نسمي الله ونلفها زي ما انتوا شفتوها كده. ممكن على فكرة تحطي فيها زيتون وطماطم وخيار مخلل، يعني مش شرط جبنة لو ما عندكيش جبنة. ابسط حاجة، اي حاجة عندك من الحشوات تقدري تستخدميها. اهو تبتدي ان انتي تلفيها بالشكل ده كده، واحدة عكس واحدة، واحدة عكس واحدة، لغاية ما تبقى معاكي عاملة زي الساندوتش. أنا بقى كده سمي الله وطاسة على النار، وحطيت فيها بقية السمنة اللي هي كانت متبقية، ما كانش متبقي حاجة، حوالي معلقتين بالظبط. وهنبتدي ننزل المثلثات بتاعتنا دي، والنار ما بتبقاش عالية، النار بتبقى متوسطة علشان خاطر يستوي معاكي. اول ما اجي اقلبه كده هوريهولكم. هنا بقى كان خلاص استوى من الوش ده، بنبتدي نقلبه على الوش التاني. طبعا هنا كانت السمنة خلاص خلصت، فكل ما بتبتدي السمنة تخلص بحط حتة صغيرة قوي، يعني حاجة بسيطة جدا من السمنة. تمام، بصوا انا بقى هحط بقى حتة سمنة صغيرة قوي كده، بس انا بوريكم شكله. هنا بقى كده اللهم بارك، اسرع ساندوتش ممكن تعمليه لاولادك هو ده، سهل وسريع وطعمه حلو جدا. يا رب طريقته وفكرته تكون عجبتكم. انا كنت عاملاه مره زمان قوي في بدايه كده ما فتحت يعني الفيس او القناه يعني. بس بجد حلو جدا وسهل وسريع جدا. بصي وهتعمليه في اقل من 10 دقايق وهيكون جاهز. واقول لكم السلام عليكم.